هو في حد مهدد ياسمين عبد العزيز؟ ياسمين قالت: أنا لما أموت هسيب للناس تاريخ حلو يفتكروني بيه. الجملة دي كانت كفيلة إن هي تزلزل السوشيال ميديا النهاردة، وخلت الجمهور كله في حالة ذهول. وقبل ما نحكي التفاصيل متنساش يا صديقي تدعمنا باللايك والشير وتشترك في القناة. والحكاية بدأت لما ياسمين عبد العزيز نزلت البرومو التاني لمسلسل وننسى اللي كان، اللي هيتعرض إن شاء الله في رمضان 2026. وقالت: مش عايزة حملات بقى، وهي عارفة مدركة إن في لجان إلكترونية مدفوعة مجهزة سمومها عشان تهاجمها، زي ما حصل لما نزلت بروموها الأولاني وكانت الصور اللي انتشرت، وكلنا طبعا هاجمنا الصور اللي انتشرت. مسلسل ياسمين عبد العزيز بيلمح للجانب المظلم في الشهرة، يعني ياسمين بتلعب في منطقتها المفضلة وبتقصف جبهة أي حد بيحاول يشوه نجاحها. أما كريم فهمي فعامل دور عمره، والكيمياء بينهم واضحة جدا. المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، ومعاهم خالد سرحان ومحمد لطفي ومنى فضالي، وده اللي خلى البعض قلقان ومرعوب من حجم النجاح اللي ممكن يعمله المسلسل. ياسمين قالت جملة مهمة جدا في المسلسل أو في برومو المسلسل، قالت: أنا لما أموت هسيب للناس تاريخ حلو تفتكروني بيه. وكأنها بتبعت رسالة أخيرة لكل أعداء النجاح. تفتكروا ياسمين تقصد مين بالحملات ديت؟